يا جماعة والله في ظل الظروف اللي احنا فيها دي لازم نتعلم نعمل كل حاجة في البيت. من يومين كنت في سيكشن المخبوزات في السوبر ماركت، وشفت الناس والله بتتفرج على حاجة وتسيبها مكانها وتمشي. فعلا قلت الحمد لله اللي يقدر يعمل حاجة فعلا يبقى ربنا كرمه. فروحت البيت قلت لازم اعمل التوست. كان سعره يعني خزعبلي. فروحت البيت عملته، وعلى شرط عملته من غير لا زبدة ولا لبن، وطلع معايا خرافة. فقلت لازم أشارككم الوصفة ونتعلم مع بعض. أنا هنا آه قبل ما أبدأ الوصفة أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي نبيلة. يا ريت تشتركوا معايا في القناة، وإن عجبك الفيديو وحسيت إن هو مفيد ليكي تعملي لايك وشير. عندي نص كيلو من الدقيق، حطيت عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان حطيت عليه نص كوباية صغيرة من الزيت. كل المكونات دي في العجان، وحطيتهم مع بعض وديتهم مع بعض كده لفة قبل ما انزل المية. المية هنا حوالي كوبايتين من المية، ولكن نزلتهم بالتدريج لان ممكن الدقيق بتاعي ياخد اكتر او اقل. فانتي حسب نوع الدقيق اللي عندك تحطي يعني المية بالتدريج لغاية ما يربط معاكي العجين ويتلمي معاكي. انا محتاجة عجينة طرية وناعمة وفيها مطة بسيطة، علشان مش عاوزاها تكون ناشفة ولا مقفولة. يعني بالطريقة دي، والنتيجة اللي أنا عاوزاها تكون بالطريقة دي. هحطها في البولة واسيبها تخمر على قد ما هي تاخد. يعني احنا عندنا دلوقتي الجو ساقعة فممكن تاخد وقت أطول. أول ما تخمر معايا وتعلى هنزلها على الرخامة وأبدأ أشتغل فيها على طول. طبعا أول حاجة يعني أنزل الهواء منها وأنزلها وأعملها رول كده، وأقسمها 3 أجزاء متساوية، وكل جزء من دول أعملهم كورة، والتلات كور يكونوا متساويين مع بعض. هسيبه مرتاح بالظبط 5 دقايق، وأكون الوقت ده يعني دهنة فيه القالب بتاع التوست والغطا بتاعه كمان. ولو ما عندكيش قالب التوست اللي بيتعمل في التوست العادي، ممكن تجيبي قالب الكيك او انجليش كيك اللي احنا بنستخدمه للكيك. هيدي نفس النتيجة ويبقى برضو شكله كويس. هجيب اول واحدة كده بالمنظر ده، هفردها بشكل مستطيل، وابدا الفها رول بسيطة جدا وما فيهاش اي صعوبة. وبعد كده اجيبها قدامي كده، افردها فردة بسيطة برضو تاني. وبعدين من الأول كده من فوق أبدأ إن أنا كمان ألفها مرة تانية رول. وبكده أكون لفتها مرتين فتديني يعني الفوليوم اللي أنا عاوزاه والهشاشة الحلوة بتاعة التوست اللي احنا كلنا بنحبه. في قالب التوست هبدأ أنزلها، وأكون قافلة الأطراف كويس وأنزلها على القفلة، يعني خلي القفلة لتحت. واللي عملته في الجزء ده في الواحدة دي هعمله في الاتنين التانيين بنفس الطريقة. هفردها وبعد كده الفها رول، وبعد كده افردها تاني بشكل مستطيل شوية، وبعد كده الفها تاني، وهعمل نفس الحكاية في التالتة. وده هيديني نتيجة حلوة قوي قوي للتوست. اهم حاجة اسيب مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي 3 سنتي، علشان هي كده كده لما تخمر يعني هيلزقوا في بعض، بس اديها فرصة ان هي تعلى وتخمر. واسيبها تخمر براحتها قبل ما ادخلها الفرن. واول ما تخمر كده اكون مدخلها الفرن على درجة حرارة 280. تقعد نص ساعة. وأول ما تطلع تكون حمرا بالشكل ده ولونها جميل. أول ما تطلع ما اسيبهاش في القالب ولا ثانية واحدة. لازم أول ما تطلع أقلبها على طول. شايفين هي سخنة مش عارفة أمسكها، بس لازم أقلبها علشان ما تعرقش في القالب وتبوش لي الخبز أو التوست. واسيبها تبرد براحتها، تاخد لها ساعة ساعة ونص. ما تجيش ناحيتها، لأن لو قطعتيها وهي سخنة هتعجن منك يبقى هتديكي نتيجة مش حلوة. أنا سبتها تبرد ساعة تقريبا، ومن بعديها بدأت إن أنا أقطعها. شكله جميل جدا ومستوي واخد لون من كل ناحية، يعني نفس اللون، فيعني أجمل من بره بكتير. أول ما برد معايا قطعته كده زي ما انتوا شايفين. والله جميل قوي، يستاهل مليون لايك. قد إيه سهل وبسيط وحلو، ومن غير لا سمنة أو زبدة أو لبن أو بيض، مفهوش حاجة من دي خالص. شوية دقيق وشوية مية وحبة زيت، هيطلع معايا الجمال ده. والله عامل زي القطن. هيعجبك جدا وجربيه وادعيلي. وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس. وباي باي.